لو زهقت من كل حاجة حرفيا، زهقت من التقليب على السوشيال ميديا، تقليب بوستات على الفيس، تقليب فيديوهات على التيك توك، زهقت من كل حاجة مملة في الحياة دي وعايز كده حاجة تديك متعة وما تحسسكش بالزهق من كل حاجة، فالفيديو ده ليك. فجايب لك أحسن 6 أفلام ممكن تشوفها في حياتك كلها عموما، وهتديك متعة وتفاؤل في الحياة البائسة اللي احنا عايشينها دي. والأفلام دول من اقتراحاتي أنا، يعني ممكن ما تعجبش أي حد، إن كل واحد عنده أذواق، بس أنا متأكد إنهم هيبسطوك جدا جدا جدا. وصدقني بعد ما تخلص الفيديو وتروح تشوف الأفلام دي، يعني الأفلام دي هتخليك تحب الأفلام وتبحث أكتر عن الأفلام وتجيب أفلام زي دي. وكمان الأفلام دي مناسبة جدا للمشاهدة العائلية، فما بتقلقش جدا لو مشاهدة عائلية اتفرج على الفيديو ده كمان. أول فيلم معانا راتاتوي، الفار الطباخ. ايه يا عم، كرتون ايه اللي هيخليني مبسوط وانا عيل صغير؟ انا عارف ان في ناس مش بتحب الكرتون، بس افلام بيكسار بالذات يعني ما ينفعش حد يقول عليها كرتون يعني يا جماعه، بيكسار يا جماعه. وكمان في فرق بين الكرتون للاطفال والانيميشن اللي هو المخصوص للكبار والصغار كمان. فبحس ان اي حد بيقول كده متخلف جدا، لان ده فن في الاخر. خلينا نرجع في الكلام، حاسس ان انا طولت. فالفيلم ده هيديك درس عن الواحد مهما كان قد ايه حجمه بيبقى عنده موهبة بتميزه عن التانيين، وان اي حد ممكن يبقى احسن واحد في الدنيا كلها لو كان حتى ضعيف او فار صغير. ده اللي بيعلمه لك الفيلم. فيعني لو ما شفتش الفيلم ده خالص فمش عارف ازاي ما شفتوش يعني. وفي ناس كتير عندها نوستالجيا مع الفيلم ده، وانا كمان عندي نوستالجيا معاه بحب اتفرج عليه لحد دلوقتي. فبس الفيلم حلو جدا، انصحك انك تتفرج عليه مترجم او مدبلج، اللي هو في الحالتين الفيلم حلو يعني. وكان نفسي احط افلام تانية زي اب، شركة المرعبين المحدودة، او نيمو، بس حسيت ده الخيال بتاعه والقصة اللي فيه خلتني احطه. فانصحك جدا بالفيلم ده. والفيلم التاني معانا هو افنجرز انفينيتي وور واندي جيم. هما فيلمين منفصلين عن بعض، بس انا اخترتهم لان دول اجمل فيلمين في تاريخ مارفل. يعني انصحك تتفرج على انفينيتي وور بالذات، ان الفيلم ده غير كل حاجة معتادة في افلام ابطال الخارقين، وعملوا نهاية العالم كله كان مصدوم منها. يعني انت بس لو زهقت وكل نهايات ابطال الخارقين ان البطل بيطلع جامد وانتصر على الشر والناس تحبه، لا، الفيلم ده هيخليك فاتح بقك كده 10 دقايق كاملين من الصدمة اللي انت شايفها دي. فمش هحرق عليك ايه هي، بس انصحك تشوفه. وكمان بعد ما تخلص انفينيتي وور اندي جيم كمان، بس انا اضطريت احطه جنب انفينيتي وور لانهم عملوا اعظم نهاية ملحمية. وكمان الفيلم لو انت تابعت افلام مارفل القديمة وحافظها هتنبسط جدا بالمغامرات اللي كانوا بيعملوها في كل زمن بيروحوه. فيعني عشان تتفرج على الافلام دول فعلا بملاحظة صغيرة كده لازم تكون عارف افلام مارفل وعارف الشخصيات والعالم ده عشان تستمتع وتحس بمتعة بجد. صدقني بانفينيتي وور واندي جيم ان انا خدها مني، اتفرجت على الفيلمين دول حسيت بمتعة ما حسيتش بفيلمين تاني. فلو ما شفتش التحفتين دول من مارفل، يعني لو انت بتحب ابطال الخارقين والسوبر هيرو، فانصحك يعني روح اتفرج عليه اجباري لازم. والفيلم التالت لو انت بتحب افلام الكيك بوكس والحاجات دي، انصحك بفيلم ويرور. يعني تخيل 2 اخوات مختلفين عن بعض. الاول مدرس ومتجوز وعنده اسرة، لكن بتحصل له ازمة مالية بيبقى عايز فلوس. والاخ التاني كان في الجيش، كان بيحارب وعنده تروما بسبب اللي شافه في الحرب، واللي كان بيدربهم هما الاتنين كيك بوكس وهم صغيرين هو ابوهم. فبيدخلوا مسابقة كيك بوكس مع اقوى واعنف لاعبين في اللعبة، واللي هيكسب ملايين الدولارات. تخيل بقى الاتنين دول بيقدموا في المسابقة دي، مين بيكسب او مين هيخسر او ايه اللي هيحصل لو كسبوا ووقفوا ضد بعض هما الاتنين. هو ده الفيلم بيخليك مش عارف هتشجع مين فيهم، وعمال بتشجع الاتنين لان انت عارف ظروفهم. فمش هحرق عليك الفيلم وده القصة يعني. فده اعظم فيلم هيخليك واقف على اعصابك ويخليك مستمتع بكل دقيقة. فانصحك تتفرج عليه جدا لو انت تحب الجينرا او النوعية من الافلام دي. وكمان اي حد ما بيحبش الافلام دي يتفرج على الفيلم ده، يعني بجد الفيلم ده يديك متعة انت ما شفتهاش قبل كده، فانصحك تتفرج عليه. الفيلم الرابع هو فورست جامب. مش محتاجة كلام يعني، ده فورست جامب. تخيل ان شخص عقله على قده ما يعرفش اي حاجة، لكن انسان سالك نيته بيضة، لكن مش عارف هو عايز من الدنيا، وكل على ايده يتحول لده حرفيا من كتر ما هو محظوظ جدا. فالفيلم بيقول لك ما دام البني ادم نضيف من جوه ومش خبيث الدنيا هتيجي معاه. ويعني الفيلم حلو وهادي جدا بس ممتع، وبيخليك عايز تعرف فورست ده الانسان اللي ذكاؤه محدود هيوصل فين تاني. وكمان على ده تمثيل توم هانكس يعني فوق الروعه، يعني واخد اوسكار عن الدور ده.
فانصحك انك تشوفه جدا الفيلم ده جدا جدا. الفيلم الخامس هو A Beautiful Mind. الفيلم ده سيرة ذاتية عن عالم الرياضيات جورج ناش. بيتكلم عن شخص ذكي جدا في الحساب لكن بيتصاب بالفصام، بيشوف قدامه ناس ملهاش وجود أصلا في الدنيا، وأشخاص من وحي خياله بيفضلوا يطاردوه لحد ما يدمروا حياته، وبيفضل يختار قدامه يا يفضل شايفهم يا يتجنبهم ويعمل نفسه مش شايفهم. فأنا أنصحك تتفرج على الفيلم ده جدا، يعني هتستمتع بيه، والفيلم هادي بس هيخليك تشوف الإنسان ده هيعيش إزاي بالمرض اللي معاه ده. ولو مالكش في أفلام السيرة الذاتية الفيلم ده هيحببك فيها، ده كفاية يعني تمثيل راسل كرو للدور ده. الفيلم السادس والأخير هو بانش درانك لاف. الفيلم بيحكي عن شخص اسمه باري، شخصيته مهزأة جدا وعنده رهاب اجتماعي، بس عنده 7 إخوات بنات على طول بيهزقوه ومش بيكبروه دايما، وبيصغروه قدام الناس وقدام عيلته. فبيعجب ببنت وهي كمان بتبدأ تحس بإنه غريب، لكن هي كمان بتحبه. وباري فجأة بيلاقي نفسه متورط بحرامية بيطاردوه بسبب خدمة نصبة عملوها عليه. وطبعا انت لو زي باري اهلك او اخواتك الكبار او اي حد ما بيهزقوك وبيصغروك دايما، او لو عندك رهاب اجتماعي، فهيعجبك الفيلم ده جدا. لو انت عندك ده اتفرج على الفيلم وانت مغمض عينيك. والفيلم رومانسي، انصحك 300% انك تتفرج على الفيلم ده. وبس كده، دول احلى 6 افلام ترشيحاتي يعني ليك لو انت عايز تتفرج على افلام تحسسك بالمتعة وتديك فايدة من الحياة. وكمان دول اخترتهم بعناية كبيرة قوي لان في افلام كتير قوي جميلة وحلوة، بس اخترت لك الحاجات اللي ممكن تبدأ بيها لو انت عايز افلام حلوة متعة، وافلام مش طويلة قوي توصل لسنتين عشان تتفرج عليهم، لا افلام يعني ساعة، ساعة ونص، ساعتين بالظبط. وبس كده، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة.